مساء الفل. قبل ما نتكلم كده على الماتش، في واحد مجهول كده جه الزمالك في 2019 اسمه احمد مصطفى زيزو. بقى واحد من هدافين التاريخيين او دخل في قائمة الهدافين لنادي الزمالك. واحد جاي من المجهول، خلاص ما يملكش اي حاجة، ما يعرفش اي حاجة. اول 6 شهور كان عامل اداء زي الزفت تقريبا يعني. مرة واحدة بدأ يبقى زيزو زيزو زيزو، ويمشي سنة 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 لحد ما بقى واحد من هدافين نادي الزمالك. زيزو الميزه اللي فيه الاستمراريه اكتر منه المهارات اللي عنده. يعني هو ده بتاع برينات، ده بتاع فاولات، لا ده بتاع برينات وبتاع فاولات وبتاع انفرادات وبتاع صناعه اهداف وصناعه فرص وكل حاجه. فزيزو الاستمراريه بتاعته خلته واحد من افضل لعيبه نادي الزمالك. نتكلم عن الماتش. اول حاجه الشوط الاولاني إحنا عملنا اداء حلو جدا جدا جدا. كنا بندافع من اول سامسون، كان اول مدافع بتاعنا. للطاقم الدفاع، لطاقم الهجوم القدسات الثلاثه اللي وراه بيدافعوا، بيضغطوا على لعيبه الاتحاد، على طاقم دفاع الاتحاد. مش مدينهم فرصه يعملوا اي حاجه، مفيش فرصه يطلعوا بالكوره، مفيش فرصه ان هم ينقلوا نقلتين على بعضها. فالموضوع ده كله سهل على الشوط الاولاني، جبنا جولين الشوط الاولاني خلصنا الماتش. انزل الشوط الثاني وقعت بدنيا. وقعت بدنيا ليه؟ علشان انت عندك ناصر ماهر ما بيلعبش معاك في افريقيا، فلياقته البدنيه بتاعته مش مساعداه. احمد حمدي من ساعه ما جه هو مش قادر يلعب غير ربع ساعه. فالاثنين لعيبه عندك دول وقعوا. فالجوميز عمل تغييراته الشوط الثاني دقيقه تقريبا حاجه و60، نزل الثلاث لعيبه اللي نزلوا. فالموضوع فرق شويه شويه، مع ان اللعيبه مش عايزه تتصاب، مش عايزه انذارات، مش عايزه تطرد عشان ماتش الاهلي. فكروا برضه في ماتش الاهلي. بس كمجمل ماتش لا، واحد من اجمل الماتشات اللي لعبها الزمالك مع جوميز. فالموضوع هيتطور سنة سنة. ولما نخلص الكونفدرالية ونركز في الدوري، اللعيبة اللي بتلعب في الدوري تلعب كل شوية زي عبد الله السعيد وناصر ماهر اللي مش بيلعبوا في الكونفدرالية، هيفرقوا مع الزمالك كتير قوي لما يقوموا. الحاجة التانية اللي وقعتنا الشوط التاني إن عبد الله السعيد استهلك في الدفاعات. والراجل ده المفروض يلعب 10، فبدأ يعدل الدنيا كلها بعد ال3 تغييرات وخليه يطلع قدام مركز 10. فالدنيا فرقت معاه شوية. لكن عبد الله السعيد لو لعب 8 ماتش الأهلي 90 دقيقة، احنا هنخسر وهنخسر كتير، لأن هو دفاعاته أو المستوى المردود البدني بتاعه في الدفاع مش هيكمل معاك ال 90 دقيقة. فلازم يكون في علاج للحتة دي جوميز لماتش الأهلي. فعشان كده ممكن محمد شحاتة تلاقيه الماتش الجاي بيلعب جنب دونجا في الدفاع، وده يبقى أحسن اختيار لفيكتور جوميز، لجوزيه جوميز. فماتش حلو، و3 نقط مهمين كده يفرقوا مع الفرقة إن شاء الله. شكرا.